السلام عليكم. امبارح زوجة ابراهيم شيكا طلعت قالت كلمتين في حق الاصيل ابن الاصول محمد مجدي قفشة، كلمتين لازم مصر كلها تسمعهم. نسمع كده قالت ايه. اعمل لايك وشير يا ابو الصحاب، وما تنساش تعمل متابعة لان دعمك لنا اللي بيخلينا نستمر. محدش فكر يجي يبص على ابراهيم شيكا اللي انتوا اصلا قلتوا ده مش تعبان، اللي انتوا قلتوا اصلا ان كابتن الفريق لما يقول لك ده ابراهيم شيكا مش تعبان فالفريق هيلم له فلوس، الفريق هيوقفه، رئيس النادي هيقومه، مش عارفه مين هيقومه، محدش هيقوم حد. تمام؟ مين كان بيقف معايا؟ مين كان الناس موجوده اصلا؟ مين من اللعيبه اصلا اللي تقولوا جه عزا ومش جه عزا؟ الموضوع فرق، فرق طبعا، فرق في الاصل، فرق في العيش والملح، فرق لما قفشه يجي لي من النادي الاهلي يخش من نادي الزمالك عشان خاطر يعزيني، عشان خاطر لما الراجل كان بيجي يقف في كل مره نروح المستشفى يجي قفشه يقف وايه يا ابراهيم ويشيله ويقول له يا قفشه، يقول لي انا ما اتصورش مع ابراهيم صوره وهو تعبان، انا ما اتصورش مع شيكا صوره وهو عيان وهو مكسور، ده صاحبي اللي ابن الاصول اللي متربي على الاصول، قفشه الاصيل اللي ما كانش بيسيبني في المستشفى، اللي لما ابني حتى بعد ما ابني اتوفى كل يوم رن عامله ايه، اخبارك ايه، ابنك عامل ايه، ابنك محتاج حاجه، ابنك عايز يتمرن، ابنك عايز توديه فين، ابنك عايز تعمليه فين. عيل اصيل عارف هو بيعمل ايه، كابتن محترم وعارف هو بيعمل ايه، وجالي نادي الزمالك وعزه